اخواتي اللي منورين حياتي، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. وفي اول فيديو حابه اطلب منكم لايك واشتراك في القناه اللي لسه ما اشتركتش عشان القناه تكبر بيكم. وطبعا حابه اشكر متابعين الجرد، القناه زادت بكم نور، ما تحرمش منكم ابدا، ويومكم كل سعاده وهنا ورزق وراحه بال وجبر خاطر. والنهارده بقى كده يلا بينا كده ندخل المطبخ، هنجهز بقى الغدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بقى معانا فيديو جميل وجديد، هنبدأ ببركة رسول الله ونقول اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. واذكروا الله كتير حبايبي، الا بذكر الله تطمئن القلوب. رب يجعل لسانكم عامر بذكر الله وقلوبكم منوره بنور الله. الفيديو بتاعنا مشجع جدا جدا. حابه اقول لك لو وراك شغل بيت، تنظيف مطبخ، غسيل اطباق، سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله ربنا يعينك وتقدر تخلص كل وراك. النهارده بقى كده هنعمل بقى شويه كشري مصري كده حلوين كده زيكم. طبعا في الاول كده جبت بقى بصلتين كده. طبعا هتعملي الكميه اللي انت محتاجاها. جبت بقى حوالي 3 بصلات كده كبار. قشرتهم بقى كويس كده وغسلتهم كويس، وجبت القطاعه قطعتهم بقى كده جوانح كده او شرايح. بحيث ان طبعا هحمرهم كده في الزيت اول حاجه. وطبعا لو هتعملوا حمص شام هتنقعيه بقى في ميه سخنه لمده مثلا ساعتين كده ولا حاجه، لو مستعجله مده ساعه بس. اهم حاجه تنقعيه في ميه سخنه بتغلي عشان يزيد معاك وما ياخدش وقت معاك على البوتاجاز، ويستوي معاك على طول سريع كده جدا. طبعا البصل بقى كده قطعته بقى جوانح زي ما انتم شايفين اهو. تعال قطعها كده، قسمت البصله نصين. طبعا الحقيقه هتعملي البصل على قد كميه الكشري المصري اللي انت هتعمليه. 3 بصلات بقى قشرتهم كده، يعني غسلتهم بقى كويس وعملت بقى شرايح كده. وبعد كده هنجيب بقى معانا مصفى ونحط بقى البصل بتاعنا اللي احنا قطعناه كده في قلب المصفى. وهنجيب بقى حوالي نص معلقه من الملح. دوت كمية البصل عاملة معايا كمية كبيرة جدا. 3 بصلات كبار. هقلبهم بقى كده واجيب بقى حوالي نص معلقة من الملح كده، ارشرشها كده على البصل بتاعنا الجميل دوت عشان يطلع معانا مقرمش وطعمه جميل جدا وما ياخدش معانا وقت في التحمير. وبعد كده هنجيب بقى حوالي معلقتين من النشا، ارشرشهم برضو كده على البصل بتاعنا. دي معلقتين من النشا اهيت، هرشهم كده على البصل عشان يطلع معانا مقرمش كده وما يلزقش في بعض ولا حاجه، ويطلع معانا مقرمش كريسبي كده زي بتاع المحلات. وشايفين ما شاء الله جميل جدا اهوت. هقلبهم كده بقى، اقلب بقى الملح مع النشا كده مع بعض في المصفى، واي زيادات هتنزل من قلب المصفى كده. شايفين بقى الجوانح بتاعه البصل جميله جدا، وساعه ما بتتحمر كده بيكون طعمها جميل. بعد كده حطيت حله بقى كبيره كده على النار، هنحط بقى وخرمها كده ازازه الزيت من فوق، وهنحط شويه زيت كده كميه محترمه كده في الحله. طبعا الزيت اللي احنا هنحطه دوت هحمر فيه البصل. وبعد كده هاخد منه شويه زيت بقى كده للصلصه، واخد برضو منه شويه زيت للدقه بتاعه الكشري. يعني الزيت دوت على 3 حاجات وهعمل برضو في قلب الحله كده في بقيه الزيت. هعمل الخلطه بتاعه الكشري المصري، التقليبه بتاع العدس على الشعريه على المكرونه. يعني الزيت ده هيبقى على 3 حلل، حله اللي هي يبقى فيها الكشري، وطبعا حلة تانية اللي فيها الصلصة، والطاسة التانية هنعمل فيها الدقة بتاعة الكشري. الوقت بقى كده حطيت بقى البصل اهوت. النهارده بقى زي ما بيقولوا الكشري المصري هنعمله كشري الحله الواحده، ما ياخدش معانا وقت خالص. دوت طبعا اللي هو الحمص الشام. قبل ما اشتغل كده في البصل، لان كنت نقعاه كده لمده ساعه او ساعتين في ميه سخنه. بعد كده حطيته على النار وشويه كمون كده وفصين توم، واستوى معانا اهوت. لازم تخليه بيقرش كده، ما تسويش سويه كامل عشان يبقى طعمه كده باين مع الكشري. وبعد كده سبت البصل على النار كده، وجبت الرز بقى غسلته اهوت. وطبعا نقعت العدس بجبته، نقعاه في ميه سخنه برضو. طبعا مش هسلقه لوحده، لا انا هحطه كله في حله واحده، وغسل الرز بقى كويس اهوت وحطها بقى في المصفى. وبعد كده البصل بقى بدأ ياخد معانا لون اهوت. انت عارفين طبعا الكشري المصري البصل بتاعه يكون متحمر كده ويكون ريحته كده جميله. طبعا هنطلع بقى البصل بتاعنا اهوت. وطبعا عصير الطماطم جهزته بقى اهو زي ما انتم شايفين. جبت معانا بقى طبق كده، وجبت بقى منديل مطبخ هطلع عليه البصل عشان يشرب منه اي زيوت زايده يعني ولا حاجه. طلعت بقى البصل اهوت، هسيبه لحد بقى ما يبرد، هتلاقيه مقرمش وجميل جدا. طلعت اهو كميه كبيره جدا ما شاء الله. طبعا بعد كده هناخد بقى الزيت، شايفين لونه جميل ذهبي كده وجميل اهوت. بعد كده كميه الزيت دي كلها اهي، شايفين كميه كبيره سايبه فيها حبتين بصل تعمل ريحه. هاخد منها بقى شويه زيت للصلصه، لان طبعا طعم البصل في الزيت دوت بيكون طعمه جميل جدا وله شمخه كده جميله. خدت بقى منه شويه في حله اللي هنعمل فيها الصلصه، والشويه تانيين برضو هاخد منهم هعمل دقه للكشري. وهسيب شويه في الحله. هاجي هعمل بقى هجيب بقى الشعريه نحمر فيهم الشعريه.
حاطه بقى شويه شعريه اهوت. دي طبعا الشعريه يا بنات. حطيت بقى الشعريه كده حمرها تاخد لون ذهبي كده جميل. نجيب بس حاجه نقلب بها. دي طبعا كميه الشعريات، كميه يعني محترمه كده كبيره، عشان تكون باينه مع الكشري المصري. هنزل بقى كده في الزيت بتاعنا. طبعا الزيت بقى واخد طعم البصل وريحه البصل. طبعا والثوم برضو يكون مجهزين توم، لان الثوم برضو اساسي مع الكشري. والكمون برضو بيبقى جميل جدا مع الكشري برضو المصري. بعد كده حطيت بقى كميه الشعريه اللي بتاعتها تاخد بقى لون ذهبي كده جميل. وطبعا العدس بجبته. صفيته بقى وديت التوم اهوت. هرسه بقى التوم كده، راس توم كده هرساها كده وحطها جنبي كده، باخد منها كده وانا بشتغل. بعد كده قلبت بقى الشعريه تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا. عايزه اقولك ما بياخدش منك وقت خالص، في الدقايق كنا مخلصه احلى واجمل كشري مصري في حله واحده كده. طبعا هنحط حوالي 3 4 انواع في حله واحده. دي طبعا الشعريه اهيت. بقلبها لحد ما تاخد لون ذهبي كده جميل فاتح كده وجميل. وبعد كده العدس بجبته. طبعا صفيته في المصفى اهوت. ونزلت كده على طول على الشعريه، ناخد نديله تشويحه كده لحد ما ننشف منه الميه وتغلف برضو بالزيت. تقليبه كده محترمه. وبعد كده نغلفه بقى بالزيت كده. وبعدين بقى هنكون بقى ايه طبعا مجهزين بقى الرز بتاعنا غسلينه. شايفين بقى البصل بتاعنا مقرمش ازاي وجميل. وشايفين بقى جميل جدا وريحته في منتهى الجمال. هنحطه بقى كده على جنب. بعد كده طبعا ايه هنديله بقى تشويحه كده العدس بجبته مع الشعريه في قلب الزيت برده اللي هو الايه اللي فايض من البصل. طبعا بعمل حساب الزيت، بحط زيت كتير لان بعمل منه كذا حاجه. بعد كده بقى طبعا ايه الرز برده حطيت الرز. هنصفي الرز بقى معانا اهوت. وبعد كده هننزل على طول على على العدس بجبته وعلى الشعريه. دي تالت نوع اهوت في الحله. يبقى الشعريه وبعدها العدس بجبته وبعدها الرز المصري. غسلته كده ونقعته كويس. بعد كده ميه بيضه يعني. وبعد كده نزلت كده على العدس والشعريه وهديلهم برضو ايه تشويحه كده ننشف الميه منهم. بيكون طعمهم جميل كده ومفلفل وجميل. طبعا بيكون احلى من المطعم يعني من كشري المحلات. ليه؟ لان بتاكليه في المطعم طبعا مش عارفه معمول ازاي، انما في البيت بيكون اوفر وانضف من بره بكتير. شايفين بقى التقليبه بتاعتنا جميله جدا. دول 3 انواع على بعض. لسه نحط بقيه المكونات. بعد كده هنجيب بقى ايه دي كيس المكرونه اهوت. اي نوع كيس يعني مكرونه حابه الشكل يعني. دي مكرونه عاديه. هنزل على طول كده بكيس المكرونه كده على الخلطه الجميله على على العدس بجبته وعلى الرز المصري وعلى الشعريه والمكرونه مع بعض اهوت. ونديلهم برضو تشويحه كده مع بعض. تشويحه كده جميله. وبعد كده حاطه طبعا ميه في الكاتل كده تغلي جنبي. النهارده بقى قلت اجهز بقى الغدا معاكم. طبعا انتوا عارفين بشرب بكم، بتشرفوني وبتشجعوني وبشجع بكم. ما تحرمش منكم ابدا، دايما في حياتي كده منورينها طول العمر. بعد كده اديت لهم بقى تشويحه كده مع بعض لحد ما تغلفوا كده بالميه السخنه. بعد كده المكرونه اللي هي المكرونه السباكيتي هناخد بقى منها شويه كده ونحطهم برضو ايه على الوش. لو حابه ايه تسيبوهم بالطول براحتك، لو حتى حابه تقطعيهم براحتك برضو. دي المكرونه اهيت. ونفتكر برضو لسه ما حطيناش الملح. لسه هنحط بقى المكرونه ولسه هنحط برضو الملح. دي طبعا 4 انواع اللي في الحله اللي هي المكرونه والشعريه والعدس بجبته والرز المصري. 4 انواع في الحله اهوت. لسه هنحط نوع خامس اللي هي طبعا ايه المكرونه الاسباجيتي. طبعا حاطه بقى في ميه في الكتل عشان تغلي تكون جاهزه معايا، ما تاخدش معايا وقت خالص. الرز يستوي معايا والشرب على طول. جهزت بقى الملح طبعا جنبي عشان ما ننساش. بعد كده المكرونه الاسباجيتي هي حط برضو الكميه اللي انت محتاجاها. طبعا ايه ممكن تحطها بالطول او ممكن تقسميها براحتك عادي. بس بتدي طعم كده مميز كده للكشري المصري مع الحمص الشام. قطمتها كده اتنين اهو بالنص. بدات افردها كده على وش الحله. يبقى ده طبعا 5 نوع معايا اهوت. بعد كده مجهزه الميه بقى بتغلي كده في الكتل. ميه بتغلي هي في الكتل عشان ايه الرز معايا يطلع على طول ما ياخدش وقت خالص ويكون مفلفل كده وجميل. بدات تنزل كده على الرز اهوت بالشكل دوت. وهنحط برضو الملح برضو نحط له شويه كمون بالشكل ده كده ما ياخدش معاك وقت خالص. وبعد كده هنجيب بقى ايه شويه كمون كده نحط كده على الكشري المصري الجميل بتاعنا كده. عايزه اقول لكم انه بجد ما شاء الله اللهم بارك كان طعمه زي السكر. احلى من بتاع المحلات بكتير. طبعا زي ما قلت لكم عاملينه في البيت بطريقه كده سهله وبسيطه ونظيفه جدا ضامنين نظافته. طبعا ايه اللي بتبقى كل حاجه مع بعضها.
بالشكل ده كده. طبعا حطينا بقى الكمون، وحطينا بقى الملح برضو. وبعد كده نغسل بقى غطا الحله كده، نشطفه بقى كويس كده. وبعد كده نغطي الحله بقى لحد ما يتشرب بقى الكشري المصري بتاعنا. وبعدين طبعا الحمص الشام جاهز معانا، والصلصه بتاعتنا هنعملها مع بعض، والدقه نعملها برضو مع بعض. شايفين بقى ده الحمص او حمص الشام جاهز بقى معانا. وطبعا الفراخ لسه ما عملتهاش، بس هنعملها ايه ان شاء الله في فيديو تاني، بطريقه سهله كده وبسيطه. ويعني ايه ده التوم اهوت، هرسه التوم بقى كويس. هاخد منه معلقه كبيره كده، نحطها بقى ايه، هنعملها في الحله بتاعه الصلصه في الزيت بتاع البصل. وهناخد برضو بقيه التوم كده على الدقه بتاعه الكشري. هنعمل بقى احلى واجمل صلصه كشري مصري، وهنعمل دقه جميله جدا. الفراخ بقى بعملها بطريقه بسيطه جدا، يعني بعملها كده، بشوحها كده وانشفها خالص من الميه. وبعدين بقطع بصل وعلى فلفل على طماطم طرنشات كده، واحطهم بقى في معلقه سمنه كده مع الفراخ، يتشوحوا بقى كويس. واحط لها بقى الملح والتوابل بتاعتها ورق لورا، واقوم راح احط لها بقى مستكه وحبهان، واحط لها بقى كاتر ميه بتغلي، واسيبها بقى تستوى كده. وبعدين بطفي عليها وانشلها بقى كده، واحطها في صينيه بمعلقه صلصه كده من بتاعه الكشري. ومرحة ايه طبعا ايه دهناها كده، ودخلها الفرن تستوى بقى، يعني تاخد وش كده معانا جميل جدا. ايه معانا بقى العصير الطماطم، هنصفيه بقى كويس. عايزه اقولك مش هتاخد منك وقت خالص بقى الصلصه، لان طبعا الطماطم مش مكتره لها الميه ولا حاجه. بعد كده هننزل على طول كده على على الحله بتاعه الصلصه على طول. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. الوقت بدقيقه كده خلصنا بقى الحله بتاع الكشري المصري اهيت. إيه بعد كده بنجهز له بقى الصلصه والدقه، نعملها على طول في دقايق كان جاهز معانا. احط بقى كده عصير الطماطم بقى يتصفى معانا، نصفيه بقى كويس جدا يعني جدا. وبعد كده نحط له بقى التوابل بتاعتنا. لو عايزه تزودي يعني مثلا مكعب مرق الدجاج براحتك عادي، ما فيش مشكله، بدي طعم كده ونكهه جميله جدا. هصفي بقى الطماطم ونرجع تاني مع بعض. الوقت بقى الفراخ اهيت نقعها بقى في الميه اهيت بملح وطبعا عصير ليمون، وغسلت بقى ايدي كويس اهوت. وبعد كده بقى الدقه بتاعتنا هنعملها. الصلصه بقى خلصتها، صفيت بقى وحطيت لها التوابل. حطيت لها برضو شطه وبعد كده الطماطم الدقه بتاعه الكشري، حاطه بقى معلقه التوم اللي احنا فاكرينها مع بعض. وبعد كده اهوت هحط بقى كنت حاطه بقى معلقتين الزيت اللي هم فايضين من البصل. رحت بقى اقلب بقى الكشري بتاعنا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا اهوت. شايفين جميل جدا اهوت بقى لونه كده جميل. طبعا 5 انواع كده في حله واحده، بيوفر معاك الوقت والمجهود. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا اهوت. اسيبه بس على النار كده لحد بقى ما يتشرب. وانا مجهز بقى الدقه بتاعتنا الجميله كده. شايفين بقى مفلفل ازاي، لان طبعا غلفنا كل حاجه وشوحناها كده مع بعضها، وحطينا ميه بتغلي. طبعا الدقه حطيت بقى فص الثوم كده ياخد لون كده جميل لما ريحته تطلع كده. بعد كده هجيب حوالي ربع من كوبايه من الخل، واحطها كده على على الثوم بتاعنا. وطبعا شفشق الطماطم حطيته بقى، هحط فيه ميه كده. اخرخره كده بميه بحيث ان اخد منه بقى العصير، بقيت عصير الطماطم. احطه كده على الدقه بتاعه الكشري، تغلي كده بشويه التوابل كده، واجيب عصير واعصر عليه ليمون. حطيت حوالي ربع كوبايه كده من الخل. شايفين بقى التوم كده عطى لون اصفر كده جميل كده بالدقه بتاعه الكشري. بعد كده هنجيب بقى ايه بقى عصير كان فيه شويه عصير طماطم كده في الشفشه، زودتهم بقى ميه كده وحطيتها بقى كده تغلى على النار مع الخل كده والثوم، بتدي ريحه جميله جدا. واجيب برضو ليمونه كده واحط عليها عصير ليمون. شايفين بقى الصلصه جميله جدا وفي منتهى الجمال، بس طبعا ايه هي بتغلي لسه فلونها مش باين بقى، لاني طبعا مش عارفه امسكها، الحله سخنه جدا. هحط لها برضو ايه شويه من الشطه كده، معلقه شطه هي بتدي كده طعم كده جميل كده ومميز كده للكشري. حطيت كده معلقه، واحط لها بقى شويه كمون للدقه بتاعه الكشري. طلع شويه ملح بسيطين جدا. اجيب بقى عصير ليمونه كده، اعصر بقى ليمونه كده اغسلها كويس، وبعدين اعصرها كده على الدقه الجميله بتاعتنا. اول ما تغلي لمده دقيقتين كده، ونطفي عليها ونسيبها بقى لحد ما تبرد بقى تماما.
وبعدين نحطها بقى في ازايز تقدري تقدمها كده مع الكشري المصري. شايفين ما شاء الله جميله جدا اهيت. النهارده بقى قلت اجهز بقى معاكم الغدا كده، حاجه سهله وسريعه متاخدش مننا وقت خالص. طبعا بحب احط البابريكا ديت اللي يكون لونها احمر كده وجميل، بتدي طعم ولون كده للصلصه والدقه. حطيت بقى شويه كده من البابريكا. قلب بقى الصلصه كده، خلاص هي بدات تتسبك معانا اهيت. ممكن برضو لو مش عندك بقيه عصير الطماطم تاخدوا معلقتين من الصلصه كده تحطهم في الميه بتاعه الدقه بتاعه الكشري، تدي لون احمر كده وجميل زي بتاعه المحلات. شايفين ما شاء الله جميله جدا، ما خدش معانا وقت. شايفين بقى اللون بتاعها احمر كده وجميل. طبعا هنحط لها برضو مكعب مرقه بيدي لها طعم كده وريحه. طبعا خدت منها معلقه من الصلصه كده. ندهن بقى الفراخ بقى لما تستوى بندخلها الفرن تاخد لون كده ذهبي جميل. بعد كده بقى بدات اقلب بقى حمص الشام بقى على وش الكشري كده. حطيته بقى على وش الكشري. شايفين ما شاء الله اللهم بارك جميل جدا اهوت. غطي بقى الحله كده والصلصه بقى خلاص بتجهز معانا. هقلب كله على بعضه كده. شايفين ما شاء الله اللهم بارك. بتقلبي بقى كله على بعضه كده وتقدمي بقى باطباق كده لاولادك. حاجه سهله وسهله ما تاخدش منك وقت خالص. بس بالله عليكم بتمنى منكم لايك واشتراك في القناه عشان تكبر بكم انتوا اخواتي، ولايكات كتير. ما تحرمش منكم ابدا. نورتوني يعني ربنا يحفظكم ويحفظكم جميعا.